أهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب. اليوم رح نعمل كيكة التمر الصحية بمكونات بسيطة. خلينا نشوف طريقة التحضير. أول خطوة رح نعملها إنه رح ننقع التمر بحليب دافي، بس ننقعه طبعا لمدة من الوقت تقريبا 10-15 دقيقة. بدنا نحطهم بالخلاط ونهرسهم كتير منيح. بهاي الطريقة رح نعطي نكهة كتير طيبة للكيك، والتمر كمان فيه سكريات مفيدة للجسم تعطي طاقة، وسكريات طبيعية يعني بدون ما نستخدم كميات كبيرة من السكر في الكيك اللي عادة فيه تمر. وفي كتير أنواع من الكيك أصلا ما بنحط فيهم سكر. رح أحط كل المكونات وأخلطهم منيح عشان تتجانس كل المكونات، وبهاي الطريقة بنقدر نعمل قوام كتير رائع للكيك تبعتنا. التمر مفيد جدا وله فوائد غذائية كتير كبيرة للصحة، مصدر للطاقة، مصدر للفيتامينات والمعادن، مهم جدا للرياضيين، مهم انه يعطي مصدر مهم للطاقة للجسم، لصحة الدماغ. هيك الخليط صار جاهز. خلينا نكمل طريقة التحضير. بدنا نضيف هون خليط التمر، وراح نضيف المكونات الثانية. تمام، رح نضيف الزيت النباتي. بتقدروا تختاروا أي نوع زيت نباتي مناسب لعندكم. الطحينية رح تعطي طعم ونكهة وفوائد غذائية كتير عالية. كمان رح نضيف الفانيلا، ورح نحرك المكونات كلهم مع بعض بشكل متجانس ليصير عندكم بالقوام اللي انتم شايفينه بالفيديو. هيك رح أضيف شوية قرفة على الطحين، وأكيد رح أضيف البيكنج باودر. طبعا كل المكونات رح تشوفوها بالكابشن أو على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. رح أحط رشة ملح، وبتأكد إنه المكونات كلها تجانست مع بعض. بعد هيك رح أنخل مكونات الطحين فوق مكونات الخليط التمر مع الطحينية وباقي المكونات، وبهاي الطريقة بتأكد إنه توزعوا بشكل متساوي على الخليط الموجود عندي. رح أحركهم كتير منيح لحد ما يتجانس الخليط بشكل كامل. دائما بالدايت اذا بنحضره بطريقه صحيه بتقدروا تتحكموا بنوع الدهون المستخدمه، انواع السكر اللي بتستخدموها، تخففوا اكيد من الدهون والسكر ليكون عندكم حميه صحيه وتتمتعوا بفوائد غذائيه كتير مفيده. هيك خلطنا كل الخليط وصار كله متجانس بالقوام المناسب لهاي الوصفه. بعد هيك بصينية مدهونة ممكن بشوية طحينية أو زيت حسب شو بناسبكم، راح نضيف خليط التمر ونوزعه بشكل متجانس بقالب الكيك. بنوزع أو المكونات الكيك بشكل متساوي بكل القالب، يكون متجانس ما في اشياء طالعة او نازلة، هيك عشان لما نخبزه بالفرن يكون عملية الخبز متساوية بكل الأطراف. بعد هيك بدنا نحطه أكيد بالفرن. قبل ما نحط على الفرن رح نحط عنا الجوز. تقدروا تختاروا المكسرات المناسبة لإلكم، بس عادة الجوز مع التمر بيعطي نكهة وفائدة غذائية كتير طيبة. وبعد هيك رح أحطه بالفرن على حرارة تقريبا 180 سلسيوس، بدها تقريبا 30 دقيقة. هون رح أخلط أنا دبس التمر بدل السكر مع الطحينية، وهذا رح يعطي قوام كتير طيب. هون ما عم نستخدم سكريات مكررة أو سكريات مضافة، بالعكس هون عم نستخدم مكونات صحية جدا للجسم بطريقة مناسبة جدا.
هاي رح تكون الطبقة اللي رح نحطها على سطح الكيك، يعطي طعم كتير طيب ونكهة كمان كتير طيبة. وهون عم نستخدم أكيد سكريات طبيعية. لاحظوا كيف المكونات متجانسة بهاي الطريقة. هيك الكيك صارت جاهزة عنا، طلعت من الفرن وبردت شوي. هلا رح أضيف الخليط اللي أنا جهزته اللي هو دبس التمر والطحينية، وأحطها على قالب الكيك اللي إحنا عملناه. مكونات سهلة وطيبة. وإذا لاحظتوا جميع هاي الكيكة ما فيها بيض، ما فيها مناسبة جدا للأشخاص اللي عندهم حساسية بيض، صحية جدا، مكوناتها طبيعية وموجودة بكل بيت، وأكيد سهلة، وأكيد صحتين وعافية. المعلومات الغذائية كلها بتلاقوها والطريقة بالتفصيل مكتوبة على الموقع الإلكتروني www.rubadiet.com. تقدروا تدخلوا على الموقع وتتصفحوا جميع الوصفات الصحية للرجيم والدايت، وصحتين وعافية.